تاني سلسلة معايا من سلسلة مولد النبي. أنا عملت لكم بقى النهاردة النوجة بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتعجبكم لأن وصفتها بجد سهلة. هتبطلي تجيبيها من بره وهتبطلي كمان تشتريها بالغالي وهتعمليها على ايدك في البيت وهتعمل معاكي كمية حلوة. أول حاجة هجيب كوباية ونص سكر عليهم رشة ملح بتاع طعام وتلت كوباية مية وتلت كوباية عسل كلوكوز. طبعا أهم حاجة في خطوات عمايل حلويات المولد هو العسل الكلوكوز تحطيه كده مع الوصفات عشان بيدي طعم حلو وكمان بيخلي كده حلاوة المولد كأنك شاريها من بره. هجيب بقى مضرب الكهربائي هحط بقى فيه بياض بيضتين ورشة فانيليا وهضربهم كده زي ما انتوا شايفين. هيعمل معايا فوم وفي المرحلة دي انا حاطة الشربات على النار هيتقل معايا. الشربات هسيبه كده على النار لمدة 10 دقايق بس يغلي معايا. وبعد كده هدي النار واسيبه بقى ايه يعمل زي شربات تقيل زي ما انتوا عارفين. باضرب كده زي ما انتوا شايفين كده بياض البيض. طبعًا هيدّيكِ فوم كده عامل زي الرغاوي في الأول، وبعد كده ومع الضرب هيبدأ بقى إيه يدّيكِ زي الكريمة، هيبقى عامل زي الكريمة كده وهو بيتضرب. طبعًا أنا سايباه كده في مرحلة الخلاط دي يفضل كده ياخد ويدّي مع المضرب لغاية لمّا يبقى كريمي كده مع بعضه، وبعد كده هابدأ أجيب الشربات. الشربات بقى عشان أعرف اللي هو خلاص وبقى تمام معايا، باحط كده نقطة كده في حبة مَيّة ساقعين، فأول ما بتعمل معايا كورة كده جامدة باعرف كده اللي هي إيه خلاص. هانزل بقى بالشربات كده على الخليط اللي أنا كنت باضربه في العجان. طبعًا في المرحلة دي أنا هاوريكِ دلوقتي هتعرفي إزاي اللي هي كده بقت تمام معاكِ. أول ما أنتِ بتضربيها لو لقيتيها لسه سايلة هتضربي تاني، وبعد كده هتبدأ تحسي كده اللي إيه مع المضرب بتمسك معاكِ. بُصّوا هي كده اتركزت في المضرب كده هي كده خلاص طلعت نوجة. هاجيب بقى حبة سوداني عندي أو أي نوع مكسرات عايزة تعمليه عليه هتحطيه، بس هو الأوفر بيبقى السوداني متاح في كل بيت اللي إحنا نقدر نحطه. بس وهاجيب بقى إيه كيس تلاجة هادهنه زيت وهابدأ كده أنزّل فيه النوجة بتاعتي. طبعًا الخطوة دي تنزّليها بسرعة كده إيدِك تكون سريعة في الخطوات عشان ما تمسكش معاكِ. طبعًا بضهر المعلقة كده ممكن تدهنيها كمان نقطة زيت في ضهر المعلقة وتبدأي كده إيه آآ زي ما أنتم شايفين كده أنا باضبّطها. طبعًا الكيس التلاجة ده أنا دهناه زيت طبعًا عشان ما تلزقش معايا ولمّا أطلّعها من التلاجة تطلع معايا بكل سهولة. طبعًا النوجة دي هاقعّدها في التلاجة لمدة 10 ساعات أو من بالليل للصبح، هتطلع معاكِ زي ما أنتِ شايفاها كده. طبعًا أنا دهنة إيدي بقى حاطة عليها نشا عشان خاطر أعرف أمسك عشان ما تعمليش تلزيق في إيديّا. بس كده زي ما أنتم شايفين دي النوجة بتاعتي. طبعًا عايزة أقول لكم هي طلعت بقى جميلة وطعمها حلو. ألف هنا وشفا ليكم ويا رب تجربوها وتعجبكم. ودي كانت السلسلة التانية من سلاسل حلويات مولد النبي. يعود علينا وعليكم من أيام بخير. يلا أقول لكم باي باي في وصفات جديدة من مطبخي.